السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم هاد الحلوى الشمالية اللي معروفة حلوى الطرون. اللي كتجي روعة، ودرتها بأشكال مختلفة بشكل رخامي اللي زينته بالبيستاج والورد والكعك الذهبي. هاد الشكل مربى تاهو زينته بالبيستاج والورد والكعك الذهبي والملون اللماع بالشوكولا بيضاء. وهذا الشكل الكلاسيكي راه معروف. وهنايا نسمتو بالقهوه. ولا بغيتوني نشارك معكم هاد كورني، هذا مقاديره مختلف، هذا بوحدو. الا بغيتو نشاركو معكم ان شاء الله في فيديو اخر بالطريقه، وفيه من داخلين شي منسمات وطريقه شويه مختلفه، وكتعطينا تبارك الله 70 حبه بدون فرن، وكيجي روعه. يعني اقتصادي وينقص علينا الوقفه في الكوزينه. وإلا بغيتو مرحبا تجربوه وبارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا، باش تزيد قناتنا تطلع ويزيدوا عندنا احباب ومشاركين جداد. وكنشكركم على التفاعل ديالكم. شكرا لكم بزاف، ونخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نحتاجو المقادير ان شاء الله باش نوجدو حلوى الطرون. 250 غرام تاع اللوز اللي مقلي في الزيت، اللون يكون مذهب ما محمرش بزاف. غادي نحتاجو 160 غرام ديال البسكوي، درت انا غاليت يكون بدون شوكولا، اي نوع يكون زوين وصافي. يقدر حتى بسكوي الا كان فيه الكوك يكون احسن. وغنحتاجو سيليكون اي شكل اللي عندك تخدمي بيه. عندنا بسكوي شديتو طحنتو في الطحانه، يعني طحنتو وغربلتو. من بعد ناخد اللوز تا هو نطحنو، يعني كنحاول نطحنو تيخرج شويه الزيت باش يعني باش يساعدنا في جميع المقادير. نسيت ما ذكرتش لكم الشوكولاط، كنحتاجو 240 شوكولاط ابيض، راني حاطاه في حمام مريم. شفتوا كيفاش رجعت اللوز؟ طحنا ديك 250 غرام. صافي كنديروها في واحد البول مع البسكوي، كنخلطو مع البسكوي نحطوه. هنايا الشوكولاط ذوبتو حمام مريم حتى هو نزيدو. انا ما احتاجيتش الشوكولاط بزاف حيت اللوز طحنته مزيان. قد ما طحنتي اللوز مزيان قد ما تحتاجيش الشوكولاط بزاف، باش ما تجيش تاني حلوه بزاف. يعني الخليط اللي يجمع لينا. صافي كنخلط مزيان باش ما يكونش شي حبيبات ولا شي تكتل. تخلطيه مزيان. وكناخدو معلقه وكنبداو نعمرو في السيليكون. كتحاولي تعمري بشويه يعني باش تملئي دوك الفراغات باش ما يجيش خاوي، باش تجي الورده مزيانه. كنحاول نقي دوك الجوانب. غادي نستمر انايا. بعد ما كملتها كنحاول يعني نقاد كاع الطبقه باش تجي الورده مفينيه.
صافي غندير في الثلاجة. كناخد مول سيليكون اخر اي شكل عندكم، لكم حرية الاختيار. انا شديت البيستاج قطعته طريفات باش يجي باين، حيت لا طحنتيه ما غاديش يجي باين. صافي كنوزعو في السيليكون، ومن بعد غندير فوقو الورد بلدي، يعني باش كيعطينا داك اللون زوين الاحمر مع الخضر. صافي انا استمرت باش نملأ كاع الفراغات. تحاولوا ما تخليوش الفراغات خاوين. تقدروا ديروا اللوز، القرقاع، اي حاجه، نواكاجو، اي حاجه. وانا غندير طبقه ديال الشوكولا بيضاء، طبقه شويه رقيقه ماشي غليظه، حيت مازال غادي نديرو طبقه اخرى ديال الطرون او ديال الخليط تاع اللوز. هنا كنخبطوا الخليط شويه باش يتساوى. كناخدو المول الاخر اللي بحال المول العجيب او المول العجيب، المهم ديال السيليكون تا هو، كنوزع بيستاج في الفراغات، وكندير الورد بلدي. واللي بغى يدير كاعد ذهبي من الاول يقدر يديرو، اللي بغى يخلي حتى يشد الشوكولا يجي يجمد يعني عادي يزين به يقدر. كنديرو طبقه ومن بعد كنديرو فوقو الشوكولا. صافي وكنحاول نقاد بالعاشق باش نحيد دوك الفراغات ما يبقاوش خاوين، باش يجي الشوكولات مقاد، يبقى يبان يعني غير الورد واللوز، يعني كيجي داك الشكل الرخامي كيجي زوين فيها. وانتم ليكم اي شكل عجبكم، اي سيليكون عندكم كيجي زوين. وتقدروا تبتكروا نتوما اكثر في التزيين. ناخدو هاد الشكل تا هو طولي. هذا ندير الطرون ديريكت جين اللوز بدون شوكولا بيضاء. هذا نسمتو بالقهوه بودر، لقيت مشى ليا اللقطه اللي نسمتو فيها. نيسكافي، قهوه سائله، اي قهوه يعني سريعه الذوبان كديري منها، كتنسمي منها. يعني الا بغيتو القهوه مذاق قهوه او فهمتي، او ديري شي نسمه اخرى لكم اختيار. صافي هذه من بعد مني جمدات لينا كنخبطها هكا بهذا الشكل. صافي وكنقلبها. صافي كنخرج هاد الوريدات بهذا الشكل. انا غادي نستمر باش نكمل. كملتهم. هذا من بعد تا هو مني جمعت الشوكولا البيضاء الطبقه الاولى ديال المول العجيب، كنزيد طبقه ديال الطرون. من بعد جمدات لينا الشكل الطولي اللي درتو تا هو بالشوكولاته البيضاء وجمدات، من بعد درت فوقو الطرون كيجي تا هو شكل رخامي، تا هو كيجي زوين وبسرعه، يعني ما كياخذوش الوقت باش كيبردوا، يعني كديريهم في الثلاجه دابا الحال بارد ما لحقش 5 دقائق تلقايهم واجدين.
يعني جبت كاع الاشكال كنحيدهم كنزول فيهم. اللي درتها في الملاجي شفتوا كيفاش كتجي. صافي غندوزو لمرحله الزين. كنعمرها بالشوكولاته الوريضه داك الخاوي ديالها. وكناخد الكايط كندير فيه شويه الشوكولا باش تثبت لينا الحلوى، يعني تبقى محافظه على الشكل ديالها، كتبقى لاصقه تماكين. وصافي كنحط في الطبسيل التقديم. انا غادي نستعمل هكا. وهذا الشكل ديال مول العجيب كنحط ليه الكعك باش نزيدو يعني نزيد يعطي منظر. كندير داك الكعك الذهبي يعني باش كيزيد يعطي شكل زوين مع داك الورد والبيستاج. صافي كنحط تا هو الصحن التقديم. كنحط فوق هاد الشكل الملمع. والشكل هذا حتى هو كنحط فوقه خطيطات تاع الشوكولا. ها النتيجة النهائية والكمية اللي خرجت لينا 70 حبة، وخرجنا 4 تشكيلات، 2 بلاطوات كيجيو هماويين روعة. تقدري تحطيهم في العيد، وخصوصا الناس اللي خدامة اللي ما عندهاش الوقت باش تبقى واقفة، الله يكون في العون. ويعني انسان ما بقاش عنده الجهد وباش يبقى يعني يوقف والفران حويجة بسيطة، يعني في اخر دقيقة توجديهم. عندك ساعة تقدري توجدي حتى كمية اكتر، وما كيحتاجوش مقادير بزاف وكيجيو لذاذ. وبارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا. وكنشكر الناس اللي مسانديني ومتابعيني وكيشجعوني. شكرا لكم بزاف.